تعال اقول لك على اول تجربه لينا للاكل التايلاندي. رحنا على مطعم بنجلونج في فندق دوسيت في المنطقه الدبلوماسيه بدعوه من السفاره التايلانديه عشان نعرف اكتر عن الاكل التايلاندي والثقافه التايلانديه، وامانه الاستقبال كان اكثر من رائع. Thank you for coming and joining us today. My name is Chef Minja. I'm working here in Benjalong Dusit Doha. وبعد الشيف ما شرحت الاطباق المقبلات البارده اللي كانت عباره عن طبق البيف تندرليون وطبق سلطه الدجاج المعموله بطريقتهم وطبق سلطه البابايا. بعدين جربنا المقبلات السخنه اللي كانت عباره عن سبرينج رول محشيه نودلز وتوفو ومعاها صوص مانجو خرافي. واخيرا هنجرب التوم يام سوب التايلانديه الاصليه في مطعم تايلاندي. شوربه التوم يام كانت تحفه ومختلفه شويه عن اللي احنا بنجربها في مطاعم السمك العاديه. كل ما تقرب للمصدر اكتر كل ما تكتشف الطعم اكتر. قبل ما يجيب لك المين كورس بيجيب لك الاطباق. الطبق بيبقى سخن جدا، وده ليه؟ عشان يفضل محافظ على درجه حراره الرز. الرز اللي نزل مع الاطباق الرئيسيه معمول بجوز الهند وهو مشهور جدا باستخدامه في الاطباق بتاعتهم. الاطباق التانية كانت بيف تندرليون بس سخن مع صوص خاص بيهم، وطبق بروكلي وقرنبيط، وطبق سمك العروس بالصوص سويت اند ساور، بعدين النودلز بالجمبري كانت روعه، مع طبق الفرايد ووك تشيكن. الواحد يستكشف ثقافات جديده من خلال الاكل، يعبر عن الشعوب، يعني هو لسان زي اللغه اللي احنا بنتكلمها، مش مجرد اكل بس. صدقوني التجربه كانت ممتعه جدا، تعرفنا فيها على ناس جديده وثقافه جديده. متحمس جدا للتجارب اللي جايه. اوعى تنسى تجرب الايس كريم بجوز الهند. ختامها مسك.